انا عاوز اعمل حاجه جديده يعني والله العظيم عاوز اعمل حاجه جديده. صدق او لا تصدق، صدق او لا تصدق، لعيبه او الدوري يذهب لنادي الاهلي بقدم اولاد الزمالك. تخيل، صدق او لا تصدق، ان الدوري يروح للاهلي ب... ب... بولاد الزمالك. اللي مدخل الجول النهارده فين يا ولاد؟ مين؟ محمد ابراهيم كان زملكاوي، اسامه فيصل كان زملكاوي، الولد التالت اسمه ايه؟ مدبولي زملكاوي، والمدرب بتاعهم زملكاوي. يعني تلف اللفه والزمالك يهدي بطولة الدوري للأهلي. سبحان الله. نصيحة بقى لأخوة الزملكاوية، يعني نصيحة لأخوة يعني حاولوا بقى ولا يوصلوا تاني ولا تالت ولا رابع. يا لهوي عليكم. طب هتعملوا ايه طيب؟ طيب ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا. البنك الأهلي يبقى في المركز الرابع، والزمالك في المركز الثالث، وبيراميدز في المركز الثاني، والاهلي يتصدر الدوري بقدم اولاد الزمالك. ربنا. انا لما انا ما كنتش يعني بتفرج على طارق السيد هو مع الكرة مع فايق. كنت ناسي خالص موضوع ان لعيبه الزمالك هم اللي دخلوا الاجوان في بيراميدز. حتى في كابتن ابراهيم يوسف قالوا الشناوي كمان جاب جون، قالوا الشناوي ده كان كابتن الفريق. يلا مبروك لكل الاهلاويه. نركز في الماتش الجاي. عندنا ثلاث ماتشات مع سيراميكا والبنك الاهلي وفاركو اللي كربك الدوري، وبنك الاهلي اللي كربك الدوري بعده، وسيراميكا اللي اتعادل مع الزمالك النهارده. نركز وننفض خالص الموضوع. الثلاث نقط ان خصموا ما انخصموش لسه ما نعرفش، لسه القرار 15، بس ان شاء الله الماتش هيتعاد وهيتشال الثلاث نقط عشان الظلم محدش بيحبه. اللي يقول لك بقى ده اشمعنى الزمالك، لا، في اختلافات كتير في الموضوع، في قصص كتير في الموضوع، عاوزه حلقه لوحدها، عاوزه بس بعد ما القرار يطلع هنبقى لنا كلام كتير قوي في الموضوع ده. مبروك للاهلي ومبروك لجمهوره، وشكرا للبنك الاهلي، وشكرا للاعيبه الزمالك. السلام.